الست ما اكتفتش بخيانة زوجها مع ابن عمته على مدار سنتين، وما اكتفتش كمان انه كتب لها العربية اللي بياكل منها عيش، وكمان ما اكتفتش انه عمل لها هو وابنهم وديعة في البنك علشان لو لا قدر الله حصل له حاجة ما يضيعوش من بعد. لا، دي هي وبمساعدة عشيقها اللي هو ابن عمته للأسف ليلة رأس السنة علشان يحتفلوا حطوله 7 أقراص منومة في الشاي، وبعدها قسموه ل40 قطعة، كل قطعة في كيس، وبعدها حطوه في صندوق الزبالة. الحكاية بدأت قبل الواقعة بسنتين لما قرر عامل رخام ابن عمة الزوج إنه يجي من قبلي علشان يشتغل في القاهرة كعامل رخام في أحد الفنادق، ولما عرف الزوج إن ابن عمته جاي من قبلي فقال يوجب معاه زي أولاد البلد ويعزموا على الغدا. المهم جه واتغدى والدنيا تمام، وأخدوا أرقام بعض علشان فيما بعد تبدأ العلاقة ما بين ابن عمة الزوج والزوجة، وبعد كده يبدأ يتردد ابن عمة الزوج بحجة إن ملوش حد، وبيروح يزور قريبه ويطمن عليه ويودوا بعض، علشان في مرة من المرات يبعت رسالة على تليفون الزوجة الخاينة يقول لها الأكل اللي كنتي عاملاه كان طعمه حلو، مش ناويين تعزموني تاني ولا إيه؟ وبعد كده تبدأ العلاقة المحرمة بين الزوجة الخاينة وابن عمة الزوج الضحية، وده بعد ما عمر ابنهم جه بعد علاج قارب 400 ألف جنيه، كان عمره وقتها 5 سنوات، وكان لما عشيقها بيجي البيت كانت بتدخل للولد الأوضة وتقفل عليه أو تنزله عند الجيران أو إنه يجيب طلبات علشان طبعا يخلالهم الجو علشان عشيقها، لحد لما وصلوا لليلة رأس السنة وقرروا إنهم بقى ما بقاش ينفع يتقابلوا في الخفا كده، ومفروض مفيش حاجة تبعدهم عن العلاقة المحرمة دي. وبالفعل اتفقوا إنهم يحطوا له 7 أقراص منومة في الشاي علشان بمجرد ما الزوج يغمى عليه يدخل العشيق اللي هو للأسف من لحمه ودمه ويبدأ يهشم دماغه. الجزئية الصعبة حرفيا إنهم أقاموا العلاقة مع بعض بجوار الجثة، يعني الجثة كانت في الأوضة وهم بيقيموا العلاقة لحد الفجر احتفالا بقى برأس السنة، لكن شغلهم الولد الصغير اللي مرمي في الأوضة بقاله أكتر من 5 أو 6 ساعات، ولا شغلهم الجثة اللي مرمية جوه ومقطعينها ل40 قطعة. وقدرت الزوجة الخاينة كل يوم تاخد جزء، كيسين أو 3، وتروح تحطهم في صناديق الزبالة كل واحد بعيد عن التاني، لحد لما قدرت إنها تخلص كل الأجزاء اللي فيها الضحية رحمة الله عليه. وعلشان ربنا يكشف سترهم ويفضحهم قرر عامل الرخام اللي هو العشيق إنه يقول لها روحي للحكومة وقولي لهم إن زوجي مختفي بقاله أكتر من 4 أيام، وده علشان أهل الزوج لما يسألوا عليه محدش يشك فيها، وجوزها كان شغال سواق على عربية نقل. وبالفعل بتتوجه للمباحث وتقول إن زوجي مختفي بقاله أكتر من 4 أيام، لكن الكلام ده ما خلش على المباحث لأنهم ببساطة وهم بيفتشوا لقوا عربية الزوج مركونة جنب العقار بتاعهم، إذن الراجل موجود في المنطقة، مش زي ما هي قالت إنه أخد العربية ومشي وما تعرفش عنه حاجة، يبقى إزاي بتقول مختفي ومش موجود بقاله 4 أيام؟ رجال المباحث شكوا في رواية الزوجة وابتدوا يحققوا معاها ويستجوبوها لحد لما بدأت تتوتر وتتلخبط في الكلام، واعترفت على اللي هي عملته وكمان على اللي العشيق عمله، والمباحث بالفعل بتقبض على العشيق، وأمرت النيابة العامة بتشكيل فريق لجمع أشلاء الضحية رحمة الله عليه. والنيابة اصطحبت العشيق والزوجة الخاينة لموقع الحادث ومثلوا جريمتهم. المجني عليه صرف فوق 400 ألف جنيه علاج عليها علشان تحمل من طفلهم الوحيد اللي مصيره بكل أسف دلوقتي أصبح مجهول. ونصيحة لكل شخص: حاول تخلي بيتك وخصوصيته حاجة ملكك أنت وأهل أسرتك بس، حاول طول الوقت تحرص ولا تخون.